بص يا سيدي، في الأول إحنا عايزين إيه؟ عشان نظبط الدنيا كده، عايزين الأول شوية قوانين بتوع سنة أولى، اللي هو التحليل الإيه؟ التراكم المعرفي. عليكم السلام يا إسلام. نبدأ يا شباب، ردوا عليا ولا مفيش حد معايا؟ التراكم المعرفي لغاية ما الناس تيجي. التراكم المعرفي اللي هو إيه بقى؟ اللي هو الجزء بتاع أولى ثانوي المعرفي، اللي هو الجزء بتاع عدد المولات والكتلة المولية، وإزاي نحسب الكتلة المولية، وإزاي لما يبقى عندنا عدد مولات نحسب كتلتهم إزاي. فهنبدأ بيهم كده إيه، قوانين ومثلثات، ونجيب التركيزات لغاية أما إيه. ماشي يا إسلام يا حبيبي، اللي هو الجزء بتاع أولى ثانوي. منور يا إسلام يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. بس أنت في تالتة ثانوي يا إسلام؟ إسلام خالد. مش مشكلة. ماشي يا حبيبي، نورنا. لا ياسر راح يصلي ولا بقى بيبعت لحد. عامة احنا كده كده هنشتغل إن شاء الله بإذن الله تعالى، وربنا ييسر الحال. إن شاء الله بإذن الله تعالى، ربنا يوفقك حبيبي ونور بسيطة. بص يا سيدي، فاحنا في البداية كده قبل ما نبدأ في المنهج بتاع سنة تالتة ثانوي، والجزء ده على فكرة جزء برضه من منهج تالتة ثانوي، يعني مش يعني مطلوب منك، مش هتعرف تشتغل انت في التراكم المعرفي في التحليل الكمي غير لما يكون عندك التراكم المعرفي ده مظبوط وموجود معاك. ايه بقى التراكم المعرفي ده؟ اول حاجه اللي هو ايه، القانون بتاع عدد المولات. انت عندك قانون خدته في سنه اولى ثانوي، اللي هو بيقول لك ايه، عدد المولات يساوي الكتله بتاعت الماده بالجرام اللي انت عايز تحسب عدد مولاتها على الكتله الموليه. ودي هنتدرب عليها واحنا شغالين مع بعض على الكتله الموليه، وده بنعمل له مثلث. مثلث هو مثلث ايه؟ مثلث الكتله ده كده. ده اول جزء احنا عايزينه في التراكم المعرفي. هنحط هنا فوق كتله الماده بالجرام. اي مساله في المنهج بتاعك مطلوب حساب كتله، لازم تستخدم القانون ده معاك. كتله الماده بالجرام. وهنا هيبقى عدد، هنا هيبقى عدد المولات، عدد المولات. هنا بقى الكتله الموليه. الكتله دي غالبا في كل المسائل انت اللي بتحسبها، الكتله الموليه بتاعت الماده اللي انت عايز تجيب عدد المولات بتاعتها. بنشغل القانون ده ازاي؟ طبعا المفروض يعني المفروض ان دي حاجه احنا ايه، سهله بالنسبه لنا وعارفينها، بس احنا هنفرض ان احنا لا قدر الله مش عارفينها، فاحنا هنشتغل عليها وهنوريك ازاي واحنا بنحل في المسائل نجيبها ازاي. ده اول مثلث احنا محتاجينه. مثلث تاني برضو بنبقى محتاجينه في منهج سنه ثالثه، اللي هو مثلث ساعات، يعني ده بيطلب منك قليل، يعني تشتغل عليه قليل، بس برضو لازم يبقى ايه، يبقى معانا يعني في التراكم المعرفي. المثلث ده اللي هو اسمه مثلث افوجادرو، بنسميه احنا مثلث افوجادرو. مثلث افوجادرو ده بقى هنا ايه، بيبقى مطلوب مني ساعات في المسألة عدد الجزيئات او الذرات او الايونات. هيبقى هنا عدد المولات. هنا هيبقى عدد افوجادرو اللي هو 6.2 في 10 أس 23. كويس. ادي كمان مثلث تاني من التراكم المعرفي. دي كل ده يا شباب تراكم معرفي من سنة أولى إيه، سنة. عندك كمان مثلث تاني، مثلث تاني اللي هو مثلث بقى ده للغازات بس.
ماشي. في الغازات بس هنا بقى هنكتب هنا فوق عايزين حجم الغاز. هنا هيبقى عدد المولات. هنا هيبقى 22.4 لتر. ده للغازات بس يا رجالة، ده للغازات بس يا شباب. يعني أنا ما استخدمش فيه غير غازات فقط لا غير. الناس بس تشير شير البث في كل المجاميع بتاعتكم على الواتس أيا كانت، عشان إيه نبدأ نشتغل مع بعض. ده بالنسبة لجزء من التراكم المعرفي اللي إحنا عايزينه. الثلاث مثلثات دول لازم يكونوا معاك. ماشي. غالبا بيكونوا في إيه، في ورقة المفاهيم معاك في كتاب بس إزاي تستخدمهم بقى، هو ده ازاي تدخلهم في مسائلنا، هو ده. ده جزء من التراكم المعرفي. قانون تاني بقى في التراكم المعرفي مهم قوي، هشيل الاثنين اللي تحت دول، وقت ما نعوزهم هنبقى نجيبهم تاني، بس اللي فوق ده هسيبه شويه. قانون تاني بقى ده اكتر قانون هنشتغل بيه بقى، وهندخله معانا في التراكم في منهج سنه ثالثه، وده انت جاي بيه من سنه اولى ثانوي برضه. القانون ده اللي هو ايه بقى، عندك هنا مثلث ده في منتهى الاهميه، وهنربط ما بين المثلث ده والمثلث اللي فوقيه على طول اللي هو مثلث الكتله. ايه بقى المثلث ده؟ اللي هو بتاع التركيز. ده اكتر حاجة بنشتغل بيها يا شباب، التركيز ده اكتر مسائل عندنا. هنا هيبقى حجم المحلول، مش الغاز بقى، لا ده المحلول وبيبقى باللتر. هنا هيبقى فوق عدد المولات. تمام. فأي مسألة من المسائل بتاعتنا بتاعت المعايرة، واللي هي بيطلب فيها مثلا ما هو اللي يهزر واللي شايف ان هو حلو هيطرد بس، ويتعمل له حظر. الموضوع بسيط يعني. اللي جاي يهزر معلوش عايز، احنا في ثالثه ثانوي، احنا ناقصين يعني، ناقصين غلب. الناس ضايعه دلوقتي، ناس جايه دلوقتي تقول احنا ضايعين، فاضل لنا 3 4 شهور على الامتحانات وانا ههزر؟ ده يبقى غلب اللي احنا فيه. المهم ما علينا، ربنا يهدي. احنا نركز بس مع بعض. فانت عندك في ايه، في لك انت بقى اكتر مثال، اكتر حاجه تستخدمها من التراكم المعرفي كله الاثنين. يديك ساعات محلول، المحلول ده يديك حجمه ويديك تركيزه، ويقول لك انا عايز الكتله بتاعه المذاب. فانت عايز عشان تشتغل لازم تروح الاول على المثلث بتاع التركيز ده. معاك التركيز والحجم، تجيب عدد الايه المولات، تاخد عدد المولات وترجع هنا للمثلث ده، تعوض بعدد المولات هنا، وانت بتحسب الكتله الموليه تجيب الكتله اللي هو عايزها. وهنشوف مسائل دلوقتي كده مع بعض ان شاء الله. ده كله يا شباب تراكم معرفي، يعني ده مش جديد، ده المفروض انها حاجات تراكم معرفي. طيب نيجي بقى نخش بقى في الجزء بتاعنا احنا في المنهج بتاعنا. يبقى الاربع مثلثات دول لغايه دلوقتي ده كله احنا جايبينه من سنه اولى ثانوي، يعني مش جديد علينا. ودول بالذات بقى، الاثنين دول بالذات اكتر مثلثين هنشتغل بيهم في المنهج بتاعنا في مسائل المعايير. نيجي بقى نشوف التحليل الكمي بتاعنا بقى. التحليل الكمي ده اللي هو يبقى ليه كام طريقه. التحليل الكمي ده العنوان بتاعنا، اللي هو نص الباب الثاني، اللي هو بيبقى اغلس جزء بالنسبه لمعظم طلب الثانويه العامه. التحليل الكمي بنعمل فيه ايه بقى التحليل الكمي ده؟ احنا في نص الباب الاولاني، النص الاولاني من الباب كان بيديني محلول او كان بيديني ملح، ويقول لي الملح ده ايه هو. اتعرف على الشق الحميدي، اتعرف على الشق القاعدي، اذكر اسم الغاز الناتج. ده في الجزء الاولاني اللي هي المجموعه بتاعت حمض الاتش سي ال وحمض الكبريتيك، اللي هو الكشف عن الشقوق القاعديه والحمضيه. طيب احنا كده عرفنا المحلول ايه وعرفنا الملح ايه هو. نيجي بقى عايزين نعرف مثلا تركيزه، عايزين نعرف كتله المذاب فيه، عايزين نعرف حجمه. ده اسمه تحليل كمي. يبقى تحليل كمي الهدف منه يهدف لتقدير. بص ده تعريفه، يهدف لتقدير. تحليل الكم ده تعريفه، لما نيجي نقول تعريفه يعني نقول يهدف ماشي لايه بقى، لتقدير. تقدير ايه بقى؟ تقدير. شايف ده المفتاح بتاع التعريف بتاعه، تقدير. ما دام تقدير يبقى تحليل كم. تقدير ايه بقى؟ تقدير حجم مثلا، حجم محلول او حجم غاز. تقدير كتله، كتله ملح. تقدير تركيز. تقدير نسبه. كل ده نسبة مادة معينة. ده كله ده اسمه تحليل كمي. ماشي. ما دام هتقدر حاجة، عشان بيجي يقول لك مثلا في الأسئلة بتاعة الاختيار، يقول لك ايه، ان مثلا الطالب فلان الفلاني عمل تجربة لتعيين تركيز محلول من كذا، يبقى ده اسمه تحليل كمي.
لكن عمل تجربة للتعرف على كذا وكذا، تعرف يبقى ده كيف. طيب احنا في طرق التحليل الكمي، طرق التحليل الكمي بنعمل ايه؟ ايه الطرق اللي بنستخدمها في التحليل الكمي؟ عندنا في التحليل الكمي 3 طرق، احنا هنشتغل ب2 بس. في عندي تحليل كمي بنسميه تحليل كمي حجمي، وهنا بيعتمد على استخدام حجوم. في عندي تحليل بنسميه تحليل كمي وزني او كتلي. في عندي تحليل باستخدام الاجهزه، وده اللي ملناش دعوه بيه خالص، ده باستخدام الاجهزه، ده اللي بيتم في المعامل، ده ملناش دعوه بيه. احنا هنشتغل على التحليل الحجمي والوزني، ومسائلنا على الاثنين، على الحجمي وعلى الوزني. تمام. طيب نيجي بقى نشوف، نمسك الاول اول طريقه اللي هي التحليل الكمي الحجمي، وهنشرحها كده كأن احنا في معمل الكيمياء. معانا احنا دلوقتي في التحليل الكمي الحجمي ده معانا محلول من ايه بقى؟ محلول من اي حاجه انت عايزها، محلول من حمض، محلول من قلوي، محلول ملح، اي يعني مثلا محلول من حمض هيدروكلوريك، او مثلا محلول من هيدروكسيد الصوديوم. تعال نمشي بالتجربه اللي هو قايلنا عليها في الكتاب بتاعنا، في المنهج بتاعنا، التجربه اللي قايل لنا اشتغل عليها. جايب هو محلول من هيدروكسيد صوديوم. محلول هيدروكسيد الصوديوم ده بيقول لي عين تركيز محلول من هيدروكسيد الصوديوم. فاحنا هنيجي نعمل ايه؟ نروح واخدين، بص كده، يبقى المحلول المجهول اللي احنا عايزين نشتغل عليه ده هيدروكسيد اهو، اكتب اسمه هنا كده من فوق. خلي بالك، دي المساله، اللي الحكايه اللي انا بحكيها لك دي، التجربه اللي انا بقول لك عليها دي، هي دي المساله. هيدروكسيد الصوديوم، محلول هيدروكسيد الصوديوم ده حضرتك عايزين نعرف تركيزه. التركيز يا شباب بيبقى رمزه ام كابيتال. التركيز مولاريتي، تركيزه ام، التركيز ام كابيتال، فده كده هيدروكسيد الصوديوم تركيزه مجهول. لكن نقدر ناخد منه المحلول ده، ناخد منه الحجم اللي احنا عايزينه. الحجم رمزه في. الحجم اللي احنا عايزينه، انت عايز تاخد من المحلول ده كام؟ 25 مللي، 20 مللي، 30 مللي، تقدر تحدد منه الحجم اللي انت عايزه. بتاخد الحجم ده ليه؟ عشان ابدا اشتغل عليه واعمل له واحسب تركيزه. طيب التركيز وحده قياسه، عشان تبقى انت عارف وحده قياس التركيز اللي هي مول لكل لتر. ماشي، يبقى الام كابيتال دي يعني التركيز، دي كده يعني التركيز. وعشان انا بشتغل على قلوي، فيبقى التركيز بتاع القلوي قاعده يعني بيز، فيبقى تركيز القاعده بي ام بي، ويبقى حجم القاعده في بي. كويس. احنا عايزين نعرف تركيز هيدروكسيد الصوديوم اللي هو ان اي او اتش. هناخد بقى عشان نيجي نشتغل عليه، فهناخد منه حجم معين. احنا كده خلي بالك عشان ما تتوهش مني، انا بشرح لك ايه دلوقتي؟ انا بشرح لك ازاي بنعمل تحليل كمي حجمي. ماشي، بشرح لك الطريقه العمليه النظري بتاعها، اللي هي بيروح جاي واخد الخطوات بتاعتها كده والارقام النتائج بتاعتها، ويروح عامل لك بيها المساله. فاهم؟ فافهم دي عشان تعرف تفهم المساله وتعرف تحلها. فاحنا زي ما بقول لك كده، معانا محلول هيدروكسيد الصوديوم عايزين نقدر التركيز. طيب نقدر ناخد منه الحجم اللي احنا عايزينه. هنفرض ان احنا ناخد منه 25 ملي، بص، ملي لتر، ده وحده قياس الحجم. يبقى الحجم وحده قياسه ملي لتر، اما التركيز وحده قياسه مول لكل لتر. وحده قياس التركيز مول، بيكتب لك كده، يا اما يكتبها لك بص ام او ال لكل لتر، يا اما يكتب لك ام كابيتال مولاري. تمام. يبقى انا معايا محلول من هيدروكسيد الصوديوم وعايز اعرف تركيزه، بس اقدر اخد منه الحجم اللي انا عايزه. فهنعمل ايه بقى؟ ناخد من هيدروكسيد الصوديوم ال 25 مللي، بص الطريقه بقى، وروح حاطينها في، نروح حاطينها في دورق. الدورق ده بنسميه او بنقول عليه في الكيمياء احنا دورق مخروطي اهو. بص دورق مخروطي، بص شكله ازاي اهو. ماشي، هو مش هيقول لك ارسم، خلي بالك مش هيقول لك ارسم في الامتحان. نحط جوه الدورق المخروطي ده هيدروكسيد صوديوم NaOH. نحط جوه مين؟ ال 25 مللي. 25 مللي من هيدروكسيد الصوديوم دي هنحط معاها اي دليل. ايه الدليل ده بقى مستر خالد؟ الدليل ده اللي هو ماده بتعرفني المحلول ده حمض ولا قلوي ولا متعادل. تمام. الدليل ده اللي هو ماده بتعرفني المحلول اللي معايا ده حمض ولا قلوي ولا متعادل. الناس اللي معانا فين اللايكات؟ لايك.
قلب احمر. ايه انتوا قاعدين كده وخلاص؟ ما ممكن اطردكم. ماشي يلا ما علينا. ما انتوا دايما ثانويه عامه كده كلها. يبقى هنا جوه الدوره هنحط NaOH، هيدروكسيد الصوديوم، زائد نحط معاه دليل. ايه الدليل ده؟ الدليل ده زي عباد الشمس كده، لما نحطه في هيدروكسيد الصوديوم فيبقى لونه ايه؟ ازرق، زي المثيل البرتقالي. نحط معاه دليل عشان يعرفني ان ده قلوي. فايده ايه الدليل ده في التجربه؟ هوريك دلوقتي، هقول لك دلوقتي. كده انا جبت هيدروكسيد الصوديوم وحطيته في الدرق المخروطي ده. هعمل بقى الهيدروكسيد الصوديوم ده عشان اقدر تركيزه، هعمل له عمليه اسمها عمليه المعايره. هعمل له تجربه اسمها تجربه المعايره. ايه بقى هتعمل ايه بقى؟ يعني هجيب معايا دلوقتي، انا اللي هجيب بقى. انا الراجل اللي شغال في المعمل وعايز اقدر التركيز ده. هجيب ايه؟ هجيب حمض هيدروكلوريك. مش شرط حمض هيدروكلوريك، خلي بالك ده احنا بنختارينه وشغالين بالتجربه زي ما هو مديها لنا في الكتاب يعني. بس انت ممكن تجيب حمض كبريتيك، ممكن في المساله تلاقيه يقول لك حمض كبريتيك، حمض نيتريك. يبقى ما دام معايا قلوي او قاعده بجيب لها عشان اعايرها بيها. حمض الهيدروكلوريك ده اللي هو HCl. طيب الحمض اللي انت جايبه ده هيبقى تركيزه معلوم ولا مجهول؟ ده تبقى مصيبه سودة بقى لو تركيزه مجهول. يعني انا معايا محلول تركيزه مجهول وعايز اقدر تركيزه، اجيب له حمض تركيزه مجهول؟ لا طبعا. اجيب حمض يبقى تركيزه معلوم. التركيز بتاع حمض الهيدروكليك ده، بص التركيز رمزه ام، ملهاش دعوه حمض ولا قلوي، ام كابيتال. لو حمض يبقى اسيد. تركيز حمض الهيدروكلوريك ده هيبقى 1/10 مولاري، عشان انا اللي جايبه بقى. بص مولاري، بص وحدة قياس التركيز مولاري تتكتب كده او تتكتب مول لكل لتر كده. واعمل ايه بقى؟ واحط الحمض بتاعي ده فين؟ احط الحمض بتاعي ده في السحاحة. السحاحة دي انبوبة كده طويلة زي ما قلت لك، هو مش هيقول لك ارسم اهي. ماشي. السحاحة دي كده انبوبة كده، ونحط الحمض جواها وليها محبس من تحت هنا. نحط حمض الهيدروكليك جواها برضو عشان الناس ما تسرحش. ما تنساش احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل تجربة المعايرة. تجربة المعايرة عشان نقدر تركيز مادة مجهولة، عندنا محلول تركيزه مجهول وعايزين نقدر تركيزه. حطينا جوه السحاحة حمض ال HCl. يبقى خلي بالك بقى من الخطوتين دول، تستنتج ايه؟ ان اول حاجة المادة اللي انا عايز اعرف تركيزها بحطها في الدورق. اما المادة اللي انا جايبها عشان استخدمها في التركيز واقدر بيها التركيز احطها في السحاحة. يبقى مجهولة التركيز تتحط فين؟ في الدورق. اما اللي هي عايز تقدر تستخدمها في التركيز عشان تعين بيها التركيز تتحط في الايه؟ تتحط في السحاحة. حبايبي حبايبي ربنا يخليكم ليا ويبارك لي فيكم يا رب. ربنا يبارك فيكم. كله تمام يا شباب؟ هنكمل؟ انتوا فاهمين كده؟ نكمل؟ ماشي يا اسلام. المهم يا اسلام نكمل وخليك معانا. تمام ماشي. هنيجي بقى نبدأ التجربة بتاعتنا. كده احنا جهزنا التجربة بتاعتنا. المادة اللي احنا عايزين نقدر تركيزها هيدروكسيد الصوديوم، والمحلول اللي هنستخدمه في تعيين تركيز حمض الهيدروكليك دي اسمها عملية معايرة. انا بعاير كده. طيب نيجي نبدأ نعمل التجربة بتاعتنا. نشتغل ازاي بقى؟ نبدأ نضيف من السحاحة على الدورة بالتدريج. ده في المعمل ان شاء الله بإذن الله. نفرح بكم كلكم كده ونشوفكم في كلية علوم، كلية طب، كلية صيدلة. التجربة دي هتعملوها عملي، مش هتعملوها نظري، عملي. نبدأ نضيف قطرة قطرة، وافتكرني ان شاء الله ينزل الحمض هنا. حتى في كلية زراعة، فأي حاجة فيها كيمياء لازم التجربة تشتغلها في سنة أولى، هتشتغلها في سنة أولى. نبدأ نضيف من الحمض على القلم.
نبدأ نضيف من الحمض على القلم، نفضل بقى نضيف قطرة قطرة من الحمض على القلم. ايه اللي هيحصل؟ تبص تلاقي لون الدليل ده اللي انت حاطه، مثلا انت حاطط مثلا الدليل ده هنا عباد شمس، فتلاقي لون الدليل ده يبدأ يتغير ويتحول للونه في الوسط المتعادل. اول ما يوصل لون الدليل بتاعك اللي انت حاطه هنا، اللي هو مثلا عباد الشمس او المثير البرتقالي، اول ما يتغير لونه ويديك اللون بتاعه هو في الوسط المتعادل، تروح موقف عملية الإضافة. هوب نروح موقفين الإضافة. لما نوقف الإضافة هيكون الحمض استهلك جزء منه. بص أنا بمسح إيه؟ جزء من الحمض نزل من السحاحة من هنا. طب نزل لغاية فين؟ نزل مثلا لغاية هنا اهو. طيب الجزء اللي نزل ده من عند الصفر من هنا، ما السحاحة الصفر بتاعها يبدأ من فوق لغاية هنا كم ملي؟ نقول ده كده 21 ملي لتر فرضا. كده يبقى حجم الحمض المستهلك عشان يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم، مع ال 25 مللي بتوع هيدروكسيد الصوديوم، قد ايه؟ 21 مللي. يبقى بص كده هنطلع من التجربه دي بنتيجه بقى اللي هي في اي، حجم الحمض المستهلك لمعادله هيدروكسيد الصوديوم لل 25 مللي بتوع هيدروكسيد الصوديوم اللي انا مش عارف تركيزهم كام. الحجم ده يا عم 21 مللي لتر. النتائج اللي بنسجلها دي هي دي اللي بتبقى المعطيات بتاعت المساله. نتائج التجربه اللي احنا بنسجلها ده هي دي معطيات المساله، عشان نعرف بس نتعامل بيها ازاي. مين محمد مصطفى ده؟ طيب يا جماعة اللي مش هيركز هيتطرد. ها، عشان في بنات معانا وفي شباب والناس تبقى قاعدة كويسة محترمة. احنا بنعمل حاجة لله اهو، عايزين نساعدكم يعني. كمل. جدع سرحان جدع. طيب كده احنا عملنا التجربة بتاعتنا وجبنا النتائج بتاعتنا. هنعمل ايه بقى بالنتائج دي؟ هقول لك دلوقتي، بس الاول نطلع بشوية ايه ده، ايه تعريفات، شوية مصطلحات عن الايه، عن التحليل الكم الحجم. انا هنا في عملية التحليل الكم الحجم عملت ايه؟ استخدمت محلول. كان معايا محلول من هيدروكسيد الصوديوم عايز اقدر تركيزه. المحلول بتاع هيدروكسيد الصوديوم ده نقدر ناخد منه الحجم اللي احنا عايزينه. استخدمنا، رحنا جايبين محلول احنا بقى عارفين تركيزه، وبالتجربه لما عملنا التجربه وصلنا لايه، لحجمه، فبقينا عارفين حجمه وتركيزه. نسمي هيدروكسيد الصوديوم ده المحلول اللي احنا عايزين نقدره. عايزين نقدر تركيزه، عايزين نقدر كتله الميزان، ممكن يكون معانا تركيزه، عايزين نقدر حجمه، كل ده ممكن نشتغل بيه في المساله بتاعتنا. طب حمض الهيدروكليك ده هنسميه ايه بقى؟ المحلول اللي هو زي حمض الهيدروكليك في التجربة دي بنسميه محلول قياسي. تعالى بقى من التجربة دي، النتائج دي بعد ما خلصنا التجربة دي، تعالى نطلع شوية مصطلحات التحليل الكم الحجمي عشان لو سألني فيها يبقى أنا إيه، يبقى أنا موجود معاه ايه، واقف له كده مظبوط.
تعالى كده نشوف، نمسح بس الكلام ده، والنتائج ده هجيبها لك انا تاني على شكل مسألة ونشوف هنعمل بيها ايه. التجربة اللي احنا عملناها دي من طرق التحليل الكم الحجمي. ايه هو بقى التحليل الكم الحجمي بعد التجربة اللي عملناها دي؟ بص يا سيدي، التحليل، اسمع كده كويس ربنا يهديكم، الكمي الحجمي. ايه هو التحليل الكمي الحجمي؟ تعريفه ايه؟ بص يا سيدي، عملية يتم فيها ايه؟ التجربة اللي عملناها دي ايه بقى اللي احنا عملناه؟ اضافة، اقرا كويس كده وركز بالله عليك، اضافة حجوم معلومة. حجوم انت عارفها، اللي هو الاتش سي ال اللي في السحاحة اللي كان هنا، من مادة معلومة التركيز. المادة اللي انت جايبها اللي هو الاتش سي ال اللي دلوقتي في التجربة ماشي بنسميه المحلول القياسي، الى حجم معلوم، يعني معروف، من المادة المراد تقدير تركيزها. فهمت الفكرة؟ تركيزها. هي دي التجربة اللي احنا عملناها، ده التعريف بتاع التحليل الكم الحجم. عملية بيتم فيها إضافة حجوم معلوم من مادة معلومة التركيز إلى حجم معلوم من المادة المراد تقدير تركيزها. بتفضل تضيف لغاية إمتى يا شباب؟ بنفضل نضيف حتى نصل لنقطة التعادل. نقطة التعادل دي اللي هي إيه بقى؟ اللي هي حصل عندها إن الدليل اتغير لون. أدي أول تعريف عندك، ده الجزء النظري اللي إحنا شغالين عليه، عشان لما نيجي نشتغل نحل مسائل نبقى فاهمين إحنا بنحل مسائل إزاي. فاهم؟ عشان نبقى فاهمين المسألة اللي هنحلها دي هيبقى ماشية إزاي، إيه وضعها، إيه المادة دي، إيه المادة دي. تمام؟ طيب هنضيف حجم معلوم من المادة المراد تقدير تركيزها إلى حجم معلوم من مادة ايه؟ معلومة التركيز والحجم. ده كده تعريف التحليل الكامل الحجم. التجربة اللي احنا عملناها اسمها ايه بقى؟ اسمها تجربة ايه؟ اسمها تجربة المعايرة. تجربة المعايرة دي اللي هي ايه بقى؟ هي نفس التعريف، هي التحليل الكامل الحجم. ايه بقى تعريفها؟ بص، يتم فيها تجربة دي نقول عليها كده، بص، من طرق التحليل الكمي الحجمي، يتم او تعتمد على إضافة حجوم، نفس التعريف يا شباب، معلومة من مادة معلومة التركيز إلى حجم معلوم من المادة المراد تقدير تركيزها، حتى نصل لنقطة التعادل. كده ادي عندك مصطلحين استخرجناهم من التجربة بتاعتنا. تعريف التحليل الكم الحجمي ايه هو؟ تعريف عملية المعايرة ايه هي؟ تمام؟ طيب نيجي بعد كده، بعد عملية المعايرة دي، بعد تعريف دي وتعريف دي، واحنا بنعمل التجربة، ايه هو المحلول القياسي؟ استخدمنا محلول احنا تركيزه معلوم. ايه هو بقى المحلول القياسي؟ ده تعريف تاني وتعريف مهم جدا، وبيجي يسألك عليه في الاختر كتير. ايه المحلول القياسي ده؟ المحلول القياسي. سرحان، انا خليتك مشرف. اي حد عايز تطرده تطرده. اللي ما عجبكش تطرده يا سرحان.
ايه بقى المحلول القياسي ده؟ اللي يستظرف يعني ويشوف نفسه كده دمه خفيف، يا ريت ايه، يا ريت على طول يسرح حالته طول لو سمحت. ايه هو بقى المحلول القياسي ده؟ ده نقول على ده الاتش سي ال. شفت في التجربه بتاعتنا، مش احنا كان معانا في التجربه بتاعتنا ان اي و اتش و اتش ال؟ الان اي و اتش اللي احنا كنا عايزين نقدر تركيزه، والاتش سي ال اللي احنا جبناه وحطيناه في السحاحه. الاتش سي ال ده بقى هو ده المحلول القياسي. اي حاجه بقى، اي محلول يعمل دور الاتش سي ال ده، يعني تبقى انت جايبه. يعني مثلا افرض انت في التجربه بتاعت المعايره بتاعتك استخدمت اتش 2 اس او 4، يبقى هو ده المحلول القياسي. افرض انت مثلا كان اللي مجهول عندك، المحلول اللي مجهول ده هيدروكسيد الصوديوم. المحلول اللي مجهول عندك كان هيدروكسيد الصوديوم، فبالتالي ده اللي مجهول، بس جبت اتش سي ال عشان تقدر تركيزه، فيبقى الاتش سي ال ده المحلول القياسي. طب افرض كان المحلول اللي عندك مثلا حمض الكبريتيك هو ده اللي مجهول، وجبت هيدروكسيد الصوديوم عشان تقدر تركيزه، يبقى هيدروكسيد الصوديوم محلول قياسي. يبقى المحلول القياسي ده تعريفه ايه؟ بص نقول ايه تعريفه. هو محلول معلوم الحجم والتركيز. بنبقى احنا اللي جايبينه بقى، احنا اللي مختارينه، احنا اللي جايبينه عشان نقدر بيه تركيز. ماشي. يستخدم في ايه بقى؟ لتقدير تركيز محلول اخر. المحلول الاخر ده يا اما يكون مجهول التركيز واحنا عايزين نقدر حجمه، يا اما يكون مجهول واحنا عايزين نقدر تركيزه، يا اما يكون معلوم التركيز ومجهول لحجمه فاحنا عايزين نقدر حجمه. ايا كان بقى، بس ده كده دي صفات او خواص المحلول القياسي. المحلول القياسي بقى اللي انت بتختاره ده بقى، بتختاره بناء على ايه؟ يعني انت مثلا بتعمل، عايز معاك محلول، المحلول ده انت عايز تقدر تركيزه. طب المحلول ده هجيب له محلول قياسي بناء على ايه بقى؟ ايه المحلول اللي انا هختاره؟ لازم المحلول اللي هتختاره يكون ينفع يتفاعل مع المحلول اللي انت عايز تقدر تركيزه. هنا ده بقى بيعتمد على ايه؟ على انواع تفاعلات اللي انا هشتغل عليها. حلو. يعني الماده اللي انت جايبها دي، انت افرض انت جايب حمض مثلا وعايز تقدر تركيزه، هتجيب له ايه؟ تجيب له قاعده. يبقى بص، لو كان التفاعل بتاعك اللي انت شغال عليه في تجربه المعايره تفاعل، اللي انت بتعمل عليه تجربه المعايره تفاعل تعادل، يبقى المحلول القياسي بتاعك ايه؟ يا اما حمض يا اما قلوي. يعني لو المجهول حمض يبقى هجيب له قلوي، لو المجهول قلوي يبقى هجيب له حمض. ماشي. يبقى في تفاعلات المعايره بيبقى المحلول القياسي ايه؟ بيبقى المحلول القياسي يا اما حمض يا اما بيكون قاعده او قلوي يعني. تمام. افرض انا مثلا معايا محلول كربونات الصوديوم، كربونات الصوديوم ده ايه؟ ده قاعده Na2CO3، ده قاعده. يبقى انا هجيب ايه بقى؟ يبقى انا هجيب حمض، اي حمض بقى ينفع يتفاعل مع كربونات الصوديوم. ماشي. زي مثلا ايه؟ زي مثلا HCl، زي مثلا H2SO4. طب افرض التفاعل بتاعك ده اللي انت هتشتغل عليه كان تفاعل اكسده واختزال، اكسده واختزال. يبقى المحلول القياسي اللي انت هتجيبه، لو انت مثلا المحلول اللي انت عايز تقدره كان ماده مؤكسده تجيب له ماده مختزله، لو ماده مختزله تجيب له ماده مؤكسده. النوع الثالث بقى من تفاعلات التعادل واسمها تفاعلات، ودي كتير قوي منها، الترسيب. تفاعلات الترسيب برضو نفس القصه يا شباب. تفاعلات الترسيب دي مثلا افرض انا معايا محلول من كلوريد الصوديوم وعايز اقدر تركيزه، او عايز اقدر كتله كلوريد الصوديوم اللي موجوده فيه، اجيب له محلول نترات الفضه. اشمعنى؟ عشان نترات الفضه هي اللي بتتفاعل مع كلوريد الصوديوم وتعمل لي ايه؟ وتعمل لي راسب. يبقى لو تفاعل ترسيب هيبقى المحلول اللي انا هجيبه، المحلول القياسي اللي انا هجيبه يكون محلول ينفع يتفاعل مع المجهول اللي انا عايز اقدره ويكون لي راسب. لو كان تفاعلات تعادل يبقى المحلول القياسي حمض او قاعده. اكسده واختزال، يا اما ماده مؤكسده يا اما ماده مختزله. تفاعل ترسيب يبقى مناسب مع الايه؟ مع الماده المطلوب تقدير تركيزها. تمام.
كده انا قلت لك شويه التعريفات النظري اللي هم قبل الجزء بتاع المسائل. طيب تعالى بقى نرجع للتجربه بتاعت المعايره بتاعتنا تاني اللي احنا عملناها بتاعت هيدروكسيد الصوديوم وحمض الهيدروكليك، عشان نشوف ازاي هنقدر تركيز هيدروكسيد الصوديوم. قلنا احنا، بص هكتب لك الاثنين اهو، نرجع للتجربه تاني بعد ما قلنا شويه التعريفات دول. قلنا احنا معانا هيدروكسيد الصوديوم HNaOH اهو، هيدروكسيد الصوديوم بالازرق NaOH. عندنا تركيزه هيبقى التركيز بتاعه، التركيز عامه رمزه ام كابيتال، وعشان ده قلوي فيبقى ام بي. التركيز بتاعه قلنا مجهول وعايزين نقدره بكام. الحجم بتاعنا في التجربه اللي اشتغلنا بيها كان الفي بي بيساوي، قلنا هيبقى ب25 ملي لتر. كده ده الان اي او اتش اللي هو المحلول اللي عايزين نقدر تركيزه. جبنا له في التجربه حمض هيدروكلوريك اتش سي ال اهو. انا كل اللي بعمله دلوقتي بكتب لك نتائج التجربه اللي احنا عملناها. اتش سي ال ده كان هو المحلول القياسي. اتش سي ال ده كان التركيز بتاعه الام اي بتاعته بتساوي 1/10 مولر. وبعد ما عملنا التجربة لقينا الحجم المستهلك اللي هو في ايه بكام؟ 21 ملي لتر. دي المعطيات بتاعتك في المسألة ولا لأ؟ لو انت كنت حليت قبل كده مسائل في التحليل الكمي، دي معطياتك اللي في المسألة. هي دي التجربة زي ما قلت لك، هو بيعمل التجربة عشان يديك ايه؟ عشان يعمل لك معطيات تاخدها انت المعطيات دي وتحسب له بقى اللي هو عايزه في التجربة. طيب تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. احنا دلوقتي عايزين نقدر تركيز صاحبنا ده. لو هنقدره بالطريقه اللي هي الايه العاديه، اللي هي بتاعت ايه، بتاعت اولى، اللي هي التركيز يساوي عدد المولات على الحجم باللتر. هنعمل ازاي؟ احنا عندنا قانون التركيز اللي انا لسه قايل لك عليه بتاع المثلث التركيز. بص همشي معاك واحده واحده عشان اشرح لك فكره المساله بتيجي ازاي، عشان لما تيجي تحلها ان شاء الله تحلها في منتهى السهوله باذن الله. التركيز يساوي عدد المولات على الحجم بتاع المحلول بايه؟ باللتر. ماشي، ده قانون التركيز. جميل. بعد ما جبت قانون التركيز كده، انا دلوقتي يبقى انا ارجع لايه؟ لهيدروكسيد الصوديوم. انا عايز اقدر تركيز هيدروكسيد الصوديوم. التركيز يساوي عدد المولات. فين عدد المولات في المعطيات اللي عندي دي؟ مش موجود. طب فين الحجم؟ اهو الحجم اهو، ده الحجم، بس الحجم بالملي. الحجم يا مستر خارج هنا اهو، بص هنشاور عليه اهو، بس بالملي. سهل اهو. نحول الحجم من ملي للتر ازاي؟ اهو بص يا عم، عشان انت حبيبي، من ملي لتر نحوله للتر ازاي؟ نضرب فيه 10 أس سالب 3. من لتر لملي نضرب فيه 10 أس 3. تمام، ادي أول حاجة حليناها. فاضل لنا مشكلة تاني عشان نجيب التركيز، اللي هي إيه؟ اللي هي عدد المولات. هنجيب عدد المولات ده إزاي بقى؟ ما عنديش أنا كتلة وما عنديش كتلة مولية. ما أنا أجيب عدد المولات إزاي؟ أروح للمعادلة بتاعة التفاعل. أهم حاجة في مسألة المعايرة يا أولاد المعادلة بتاعة التفاعل. اكتب معادله التفاعل بتاعتي كده، مين يتفاعل مع مين؟ معادله من ثالثه اعدادي دي، اللي هي اتش سي ال حمض الهيدروكلوريك اهو، اتش سي ال زائد ان اي او اتش هيدروكسيد الصوديوم اهو، تفاعل تعادل سهم هيديني ان اي سي ال زائد اتش 2 او. كده انا ايه كتبت المعادله بتاعتي، والمعادله بتاعتي الحمد لله موزونه. تمام. تعالى بقى نرجع تاني لمعطياتنا. حمض الهيدروكلوريك اللي تعادل مع هيدروكسيد الصوديوم، معايا تركيزه وحجمه صح؟ فاضل لي ايه من القانون هنا بالنسبه لحمض الهيدروكلوريك؟ يعني خد القانون ده روح بيه على حمض الهيدروكلوريك. معاك التركيز اهو 1/10، معاك الحجم اهو 21 مللي، نضرب في 10 سالب 3 يبقى باللتر. يبقى اجيب مين؟ عدد المولات بتاعت الاتش سي ال. بص اول خطوه انا ماشي معاك بالطريقه العاديه خالص بتاعه ثالثه بتاعه اولى ثانوي. اول خطوه نروح قايلين ايه؟ يبقى عدد المولات. بص بقى هنكتبها خطوه خطوه كده مع بعض. عدد مولات اتش سي ال. هتقول لي امال انا جبت المعادله ليه؟ اصبر بس عليا والله هقول لك. عدد مولات اتش سي ال تركيزه 1/10، حجمه 21
في 10 أس سالب 3، يبقى هتساوي 2.1 في 10 أس سالب 3 مول. كده حضرتك جبت عدد مرات HCl. ايه فايدتها بالنسبة لي دي؟ مش انا دلوقتي في التجربة بتاعتي عملت معايرة ما بين ال HCl ما بين ال NaOH، صح؟ يعني مولات ال HCl اللي انا حسبتها دي هي دي اتعادلت مع مولات NaOH اللي انا عملتها في التجربة بتاعتي. تمام؟ طب اجي اروح للمعادلة بتاعتنا الأصلية هنا، معادلة التفاعل. HCl هنا في المعادلة كام مول؟ بعد ما وزنتها 1 مول HCl يتعادل مع 1 مول NaOH. الناس بقى الحلوة الجميلة اللي مش واخدة بالها، جبت الكلام ده منين يا مستر خالد؟ جبته من المعادلة اهو. وزن المعادلة HCl كام مول؟ 1 مول. NaOH كام مول؟ 1 مول. يبقى 1 مول في المعادلة اللي بتقول لي كده، مع المعادلة هنا هي القانون بتاعي، هي الأساس بتاعي. 1 مول HCl تعادل مع 1 مول NaOH. طيب أنا بقى في المعايرة في التجربة بتاعتي كام مول HCl أهو اتعادل مع كام مول NaOH؟ الله ما عارف. فبص هعمل إيه؟ بص أهو بالأسود أهو، هقول 2.1 في 10 أس سالب 3 مول من HCl اتعادلت مع كأني أنا ما أعرفش. ما دام واحد يتعادل مع واحد يبقى ده يتعادل مع زيه. هنقول س يا عم، كأنك أنت إيه حضرتك أرقام متلخبطة، فتلاقي إن عدد مولات NaOH اللي تم استهلاكها تساوي 2.1 في 10 أس سالب 3 مول، يعني بتساوي مولات HCl. حلو كده، جبت عدد مولات NaOH. فاضل لك ايه تاني؟ ولا حاجه بقى خلاص. مش انت بتقول التركيز يساوي عدد المولات على الحجم باللتر؟ مش انت بتقول لي عدد المولات اهو معايا معلومه اهو، قصدي بتقول لي الحجم معايا معلومه اهو من NaOH ياخدينه بايدينا في التجربه، وده عدد المولات اللي حسبها. اجيب بقى التركيز، يبقى اروح قايلين يبقى تركيز NaOH يساوي عدد المولات بتاعتي اللي انا جبتها 2.1 في 10 أس سالب 3 على الحجم باللتر اللي هو 25 في 10 أس سالب 3، تطلع علامة 0.84 مولر. وابقى جبت التركيز. دي طريقة والطريقة ايه يعني بتاعت أولى ثانوي. أعيد تاني ايه بقى يا يوسف؟ احنا دلوقتي مش بنعمل سؤال يا حبيبي، احنا بنشرح ازاي عملية المعايرة الحسابات بتاعتها ايه بعد ما عملنا تجربة المعايرة اللي فاتت اللي انت شفتها بتاعت الصحيحة وبتاعت الدورة. التجربة استنتجنا منها ايه؟ طلعنا منها ايه؟ النتائج دي اللي قدامنا. كان معانا محلول هيدروكسيد الصوديوم عايزين نقدر تركيزه، خدنا منه حجم محدد، حجم معين. الحجم ده ممكن يزيد ممكن يقل حسب التجربة. وجبنا HCl اللي هو المحلول بتاعنا القياسي اللي هنعمل بيه عملية المعايرة. HCl احنا اللي جايبينه فاحنا عارفين تركيزه. بعد ما عملنا التجربة لقينا ان حجم HCl بيتعادل مع OH 21 مللي. تمام، دي كده النتائج بتاعتنا بتاعت التجربة اللي هي بتبقى معطياتك في المسألة. تمام، دي اللي هي بتبقى معطياتك في المسألة انت. طيب المعطيات دي انا هستخدمها اجيب بيها تركيز هيدروكسيد الصوديوم ازاي؟ اهو القانون بتاعي معايا اهو. ده الطريقة العادية، دي الطريقة بتاعت اولى ثانوي اللي هي ممكن تشتغل بيها وساعات تضطر انك تشتغل بيها في المسألة، يعني تبقى مجبر عشان تشتغل بيها. طيب جبنا التركيز عدد المولات على الحجم باللتر. انا معايا من هيدروكسيد الصوديوم التجربة طلعت لي دي 25 مللي. فين عدد المولات؟ مش معايا. تمام، قلنا هنا الحجم نحوله من ملي لتر من لتر لملي ازاي؟ كتبنا معادلتنا ووزناها. في المعادله 1 مول HCl تعادل مع 1 مول NaOH. بعد كده رحت قلت عدد مولات HCl بيساوي ايه؟ عدد المولات عامه يساوي اهو، بص عدد المولات يساوي التركيز في الحجم باللتر. كده جبنا عدد مولات HCl اللي في المعايره اللي في التجربه. وبعدين رحنا للمعادله بتاعتنا كام مول HCl؟ 1 مول يتعادل مع كام مول NaOH؟ 1 مول اهو من الوزن، ما بجيبش من بيتنا، ما بجيبش من دماغي، من المعادله نفسها. تمام، بعد كده طرفين في وسطين جبت عدد مولات NaOH اهي، ورحت جاي معوض بيها في القانون بتاع التركيز. عدد المولات اللي انا جبته اللي هو بيساوي عدد مولات HCl على حجم باللتر، جبت التركيز بتاعي.
تعالى اوريك طريقه تانية. طريقه تانية بقى، ودي تبقى اسهل في المسائل المباشره اللي زي دي. على نفس المثال، هو وده هو ده، يعني شفت التجربه دي نعملها مساله هي. الطريقه التانية دي وانت عارفها ان شاء الله، اللي هي بتاعت قانون المعايره. مش احنا عندنا حمض وعندنا قلوي في اي عمليه معايره؟ او عندنا، يا عم بلاش حمض وقلوي، عندنا محلولين، واخد لي بالك؟ محلول من ملح ومحلول تاني، ايا كان يا جماعه المحلولين، يعني مش شرط حمض وقلوي، ممكن يبقى ملحين، ملح واحد وملح اتنين. يعني زي لما يقول ايه، اضيف محلول كلوريد الحديد 3 الى محلول اكسيد الصوديوم فتكون الراسب كتلته كذا، كان ده بص دول محلولين هم، عادي هي هتمشي عليهم هم. بس اهم حاجه انك انت مثلا لو هتخلي الملح ده واحد هتجيب تركيزه وتجيب حجمه، والملح ده اتنين تجيب برضه تركيزه ايه وحجمه. بايه بقى؟ بالقانون بتاعنا ده. بص القانون بتاعنا بتاع المعايره هنقول ايه؟ اكتبه لك بكذا شكل. هنقول ام ايه اللي هو تركيز الحمض، في ايه اللي هو حجم الحمض، اللي هو ايا كان مين بقى الحمض ده، على، شايف، ان ايه دي اللي هي عدد مولات الحمض في المعادله. ام ايه في الفي ايه على ان ايه يساوي ايه يا اولاد؟ يساوي، بص بقى القلوي او المحلول الثاني يساوي ام بي اللي هو ايا كان مين، ام بي ايا كان المحلول ده مين، دي تركيزه، في بي على ان بي. يبقى ده كده للحمض، ده للقلوي. تقدر تقول ده الواحد وده الاثنين، يعني افرض ما كانش حمض وقلوي، افرض كانوا محلولين عادي، يبقى اخد المحلول ده مثلا، اخد تركيزه، اخد حجمه، اخد عدد مولاته في المعادله دي يا شباب. دي الان ايه دي عدد مولات الماده في المعادله. يبقى انت لازم تبقى عارف المعادله، وغالبا تبقى المعادله عندك موجوده في المفاهيم، في الجزء بتاع التحليل الكيفي اللي هو النص الاولاني. 99% من المسائل بتبقى كده، او تكون مسائل انت ايه خدتها ومتعود عليها قبل كده. تمام. طب انت عندك الام بي ده اصلا تركيز، صح؟ والتركيز لسه شايلين قانونه دلوقتي، قلنا يساوي عدد المولات على الحجم باللتر، صح؟ طب ما انا ممكن اخلي الحجم ده باللتر واخلي الحجم ده باللتر، فيبقى القانون ده ياخد شكل تاني، وهحللك بيه المساله بتاعتي. بص، ياخد شكل تاني، نشد شرطه الكسر كده. ام بي ده تركيز القلوي، في بي حجم القلوي، وهخلي الحجم باللتر. التركيز في الحجم باللتر اسمه ايه؟ اسمه عدد المولات بتاع مين؟ بتاعت القلوي، واخد بالك؟ اللي فين؟ اللي في المعايره. على ان بي دي عدد المولات اللي في المعادله، مالناش دعوه بدي، ما بتتغيرش، بنجيبها من وزن المعادله. يساوي برضو تركيز الحمض في حجم الحمض، هخلي حجم الحمض باللتر. يبقى الاثنين دول في بعض يبقى اسمهم عدد مولات الحمض في المعادله. على ان ايه ملهاش دعوه بحاجة. يبقى كانك بتقول عدد مولات الحمض في المعايره على عدد مولات الحمض في المعادله يساوي عدد مولات القلوي في المعايره على عدد مولات القلوي في المعادله، واخد بالك؟ وممكن طرفين في وسطين بقى، ممكن الكلام يبقى طرفين في وسطين. تاني، بص كأنك بتقول ايه؟ مولات الحمض في المعايرة على عدد مولات الحمض في المعادلة يساوي عدد مولات القلوي في المعايرة على عدد مولات القلوي في المعادلة. دي تعمل بيها ايه دي يا اولاد؟ بس بشرط بقى، خلي بالك، دي بشرط. ايه هو الشرط؟ ان يبقى الحجم باللتر. الشرط بتاعها ان يبقى الحجم باللتر. طب افرض يا مستر خالد كان الحجم بالملي، لسه قايل لك دلوقتي ومش هقول لك عليها، وقلت لك الحجم يبقى بالملي ازاي؟ تحوله من ملي للتر تضرب في 10 اس سالب 3، تحوله من لتر لملي تضرب في 10 اس 3. دي لازم يبقى الحجم باللتر. طب ده استخدمها امتى؟ وده استخدمه امتى؟ ده الاستخدام المباشر ليه. شايف المسألة دي اهو، استخدام مباشر اهو، شايف كده قدامك؟ مش انت عايز الام بي مجهول في بي اهو. طب والان بي لسه كاتبين المعادله وقلنا بواحد. طيب والام ايه اهي. طب والفي ايه اهي.
طب والان ايه لسه كاتبين المعدل دلوقتي، قلنا بواحد، عوض هتجيب الام بي على طول. حاجه سهله لو انت بس شغلت دماغك، بص مش عايز سيكه، لو حركت دماغك سنه صغيره والله ما تقف قدامك مساله. كلكم عباقرة وانا متاكد مليون في الميه من كده. طيب تعالى بقى نشوف ده قانون امتى، القانون ده نخليه بالشكل ده نستخدمه امتى. افرض في مساله، وهوريك دلوقتي المسائل. افرض في مساله هو قال لي احسب كتله، احسب كتله محلول هيدروكسيد الصوديوم، مش احسب حجمه، احسب تركيزه، احسب كتلته. ماشي. هنا بقى عشان تحسب كتلته لازم تجيب عدد مولاته، يبقى هتستخدم القانون بالشكل ده. ليه بقى؟ ما هو انت بص هتجيب لي من هنا عدد الايه المولات، وتاخد عدد المولات دي هتقول الكتله بتاعت اي ماده. مش احنا عندنا المثلث بتاعنا اللي هو بيقول عدد المولات يساوي يساوي كتله الماده. ما هو قانون تاني، ما هو عدد المولات ليه قانون واحد؟ ما هو ليه كذا قانون حسب المعطيات بتاعتك. كتله الماده بالجرام على الكتله الموليه. هم والله هم دول القانون، ما فيش غيرهم تحل بيهم المسائل، يتشقلب على دماغه في المسألة، ما فيش غيرهم. بس لازم يكون حجمه باللتر عشان توصل لكده. حلو. دول القوانين اللي هتحل بيهم اي مسألة اقسم بالله. قانون تاني بس واحد معاهم اللي هو بتاع النسبة، هم دول ما فيش غيرهم. هو بقى اشتغلته في ايه بقى معاك انت؟ في الكلام بتاع المسألة، في اللفظ. انت مشكلتك في انك انت ازاي تطلع ده بتاع مين وده بتاع مين، هي دي مشكلتنا الوحيدة. هنشوف دلوقتي مع بعض ان شاء الله. طب نرجع بقى معلش للتجربة بتاعتنا اللي احنا اشتغلناها دي. تعالى كده نعوض هنا في القانون ده. احنا هنخلي القلوي زي ما احنا متفقين بالازرق اهو. نشد شرط الكسر، الام بي عايزينها اهي تنزل زي ما هي. في الفي بي مش محتاج بقى نحول للتر، مش محتاج. ليه؟ ما انا مش عايز هنا كتلة ولا عايز عدد مولات، فمش محتاج ان انا احول للتر، فهاخد الحجم زي ما هي. في 25 اللي هو ده على واحد. لسه كاتب لك المعادله، لسه كاتب لك المعادله. بص عشان انت حبيبي، اتش سي ال هي المعادله زائد ان اي او اتش، والمعادله 90% بتبقى موجوده عندك ان اي سي ال، بس انت عشان تطلعها محتاج انك تبقى قاري كويس جدا. والمعادله موزونه اتش سي ان اي او اتش هنا كم مول منه؟ شايف وزنه ده اللي هنا هو ده عدد المولات. كم مول؟ واحد. طب ان اي او اتش اهو، عوض يا عم، ادي الان اي او اتش هنا، شد اشاره الكسر. ان اي بواحد من 10 ام اي في الفي اي اللي هو الحجم 21 على بص اتش سي ال اهو وزنه كام هنا؟ واحد، يبقى ينزل الواحد. بس يا باشا كده بقت رياضه. عايز تحلها بالسولف حلها، عايز تحلها بضرب طرفين في وسطين حلها. تمام. تعال نشوف بقى الامثله بتاعتنا اللي هي زي مسائل في كتاب الامتحان ده، نحلها نحل كام مثال مع بعض عشان يبقى الجزء بتاع ايه، الجزء الحته دي خلص. بسم الله. عايزين التحليل الكيفي كمي. كمي عايزين نبدأ بحاجة سهلة كده عشان ايه، عشان دماغنا ما تهنجش من اولها. عايزين مسألة عادية 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 عادية. مسألة عادية خالص كده عشان ايه نسخن بيها يعني. بص يا سيدي المسألة هنا مش عارف باينة كده. طب افتح، هات كتابك وافتح صفحة 114. هات كتاب ال 114. اه مستنيك كانت دي على وجهي.
بص يا باشا، المسألة بتقول رقم رقم 50. مسألة سهلة اهو، زودنا عليها. بيقول لك ما حجم حمض الكبريتيك؟ كده حمض يبقى ده الفي اي، يبقى انت كده مطلوب منك في المسألة الفي اي. تركيزه 6 من 10 مولاري، كده يبقى ده الام اي. مسألة عادية خالص اهو. اللازم للتعادل مع 100 ملي من هيدروكسيد الباريوم. يبقى كده ده الفي بي، تركيزه 3 من 10 مولاري. بص، مسألة في منتهى السهولة، في كل فكرتها في المعادلة. جبت المعادلة مظبوط يا معلم، خلصت المسألة وتمام التمام. تمام. تعالى كده نشوف، كده نجيب المعادلة. أول حاجة حمض الكبريتيك H2SO4 أهو. حمض الكبريتيك H2SO4 مع هيدروكسيد الباريوم BA. لو أنت مش عارفه أديك عرفته، BaOH باي 2. كده هيدروكسيد الباريوم. لازم المعادلة، من غير المعادلة المسألة مش هتتحل يا جماعة، ولو اتحلت هتحل غلط من غير المعادلة عشان في وزن. طيب سهم هيديني ايه بقى؟ هيديني كبريتات الباريوم اللي هي BaSO4 زائد الايه الميه H2O. عاوز معادلتي الاتش داخله، بص 2 اهي، خارجه 2 و2 اهم، يبقى 4. خارجه ب2 بس، فبضرب هنا في 2. الاس او 4 داخله واحده، خارجه واحده. البي داخله واحده، خارجه واحده. الاو داخله 2، خرجت هنا اهي ب2. كده بقت معادلتي الحمد لله موزونه. تعالى بقى نجيب القانون واوريك المعطيات بتاعتي. هات كده، انا هجيب واحده واحده قدام منك كده، اطلع لك المعطيات، عشان هي دي بتبقى غالبيه الناس مشكلتها في الحته دي. بيقول لك ما حجم حمض الكبريتيك؟ بص هنعمل ايه. هنقول هنا H2SO4 اهو، حمض الكبريتيك. تمام. هنا هنقول هيدروكسيد الباريوم BaOH باي 2، اللي هو اتعادل معاه، ماليش دعوه باللي طلع، انا ليا دعوه بالاثنين اللي يتفاعلوا مع بعض. جميل. حمض الكبريتيك ده تركيزه كام؟ اهو ام كابيتال ام اي اهي، بص ام اي. وادي هنا عندي في اي، الام اي بتاعته كام؟ اهو بيقول لي 6 من 10، 6 من 10 مولاري اهي الام كابيتال. يبقى بص، شايف دي كده تركيز. الفي اي فين؟ ده طالبه على استفهام. تمام. اروح لهيدروكسيد الباريوم الذي يتعادل مع 100 مللي من هيدروكسيد الباريوم ام بي بقى. هيدروكسيد الباريوم تركيزه كام؟ 3 من 10، 3 من 10 داري. طب والفي بي بتاعتي بكام؟ اهي اللي عليها 100 ملي لتر. كده انا جبت المعطيات بتاعتي. نرجع تاني كده، ادي المعطيات بتاعتي يا عم. ماشي كده، دي معطيات اهي حطيتها قدامي. ادي الحمض وادي القلوي بتاعي، وكتبت المعادله بتاعتي. اروح بقى جايب القانون، مساله مباشره على القانون. حط القانون ونشوف ايه المجهول. ام ايه في في ايه اهو. نكتب القانون يا عم عشان انت حبيبي، ودي مساله سهله. ام ايه في، خليها يا عم الحمض ده بالاحمر عشان تبقى انت شايف برضه وعارف تميز بين الاثنين. الام ايه ادي القانون بتاع الحمض، ام ايه في ايه على ان ايه. وهطلع دلوقتي المعطيات قدام منك واوريها لك واحده واحده. تساوي ام بي في الفي بي على ان بي. تعال نعوض بقى. ام ايه تركيز الحمض فينه اهو، بكام؟ 6 من 10. 6 من 10. في ايه دي مطلوبه مني. ان ايه بقى عدد مولات الحمض. ارجع للمعادله، حمض منه كام مول؟ 1 مول اهو، الحمد لله. طيب نروح للناحيه الثانيه، القروي بتاعي ام بي مدهاني الحمد لله معايا اهي. اكتبها واعوض بيها واحط بالارقام بتاعتي. ام بي كام؟ 3 من 10.
في بي كام؟ 100 على ان بي اهو، ادي هيدروكسيد الباريوم وزنه واحد اهو. كده يبقى اللي مجهول عندي الفي اي اهو، ده الفي اي اللي مجهول، ده المجهول. هنسيبه في مكانه. بص بقى الرياضه بقى هي اللي بتودينا في ده. هنسيب الفي اي ده مكانه اهو، ينزل زي ما هو مكانه اهو. تمام. واللي مضروب فيه يروح الناحيه التانيه مقسوم. بص الناحيه التانيه، بص عشان يبان ايه بالالوان اهي، عشان تعرف مين وديناه هناك ووديناه ادي 3 من 10 في 100. الناس تقول لي نحلها بالسولف، ماشي، بس افرض ساعات هو اداها لك عمليه حسابيه وقال لك اختار لي العمليه المناسبه، فلازم تبقى عارف الواحد ده هو زي ما هو، يبقى المقام هنا ده زي ما هو. في بقى بص سعادتك 6 من 10 هنا فوق، تيجي الناحيه دي تحت اهي. الواحد دي هنا تحت، لا ممكن تبقى رقم تاني 2 3 4، ماشي، تيجي فين اهو فوق هنا. تمام. عوض بقى، حطها على الآلة زي ما هي كده، هيطلع معاك الايه، الناتج بتاعك على طول في منتهى السهولة. حد حسبها لنا؟ سؤال رقم، انهي سؤال اللي احنا بنحله؟ انهي سؤال يا نجلة اللي احنا بنحله ده؟ السؤال ده في كتاب الامتحان، احنا فاتحين كتاب الامتحان صفحة 114، مسألة رقم 5. بتقول ما حجم حمض الكبريتيك، تركيزه 6 من 10 مولاري، مديني التركيز لازم للتعادل تماما مع 100 مللي من هيدروكسيد الباريوم. تطلع ب 50 صح يا سرحان؟ 50 تمام. هنختار ب. كتبنا المعادلة بتاعتنا اهو يا شباب، أول حاجة في المسألة. بعدين طلعنا المعطيات بتاعتنا H2SO4 الحمض، معطياته حجمه وتركيزه، مطلوب حجمه. هيدروكسيد الباريوم تركيزه وحجمه، عوضنا في القانون تعويض مباشر، ما فيش محتاجة خالص يعني. مسألة لما تجي لك في الامتحان كده تبقى هدية، يبقى عليها درجتين كده يعني ببلاش، في الاختيارات عليها درجتين. تعالوا نشوف واحدة تانية فيها ما تركيز. ناخد رقم 7. تعالوا الرقم 7. رقم 7 صفحة 114. الناس اللي هي داخلة معانا جديد، احنا معانا كتاب الامتحان صفحة 114 الباب الثاني، بنحل المسائل بتاعته بعد ما شرحنا الدرس النظري بتاعه. ما تركيز حمض H2SO4 الذي يلزم 25 ملي لتر منه لمعايرة 15.5 ملي من محلول NaOH تركيزه 5 من 10 مولار. احنا بادئين بمسائل سهلة عشان نظبط القانون ونبقى عارفين اتجاهاتنا، وبعدين نبدأ نعلي الريتم شوية مع بعض إن شاء الله. أول حاجة في المسألة رقم 7 دي، كل الناس فاتحة الكتاب عشان تبقى ماشية معايا. رقم 7، أول حاجة نجيب المعادلة بتاعتنا، حمض كبريتيك H2SO4. معادلة من غيرها المسألة هتبقى غلط، وبالذات دي كمان. عارف أنت مثلا معادلة رقم 5، المسألة بتاعت رقم 5 اللي فيها معادلة بتاعت حمض كبريتيك وهيدروكسيد الباريوم دي، يعني لو انت حليتها في ساعات بتطلع معاها النتيجه بتاعتها كفته كفته. ليه؟ لان الوزن بتاع المعادله واحد مع واحد، فالان ايه بواحد والان بي بواحد، لكن هنا دي مش تنفع، لازم تكتب المعادله وتوزنها. مع هيدروكسيد الصوديوم NaOH سهم، هيديني هيدروكسيد كبريتات صوديوم Na2SO4. المعادلات دي لما تجي لك في الامتحان معادله زي دي مثلا مش موجوده في الكتاب عندك. طب انا اعرفها ازاي؟ ما ديك عرفتها اهو، من الحل زي كده هتعرف المعادلات دي. زائد H2O ميه. نوزن معادلتنا بقى. اتش داخله بكام؟ 2 وادي 1 3 وخارجه ب 2، يبقى نضرب اللي طالع ب 2 ده نضربه في 2. كده بقت الاتش خارجه ب 4. نضطر ان احنا نرجع نضرب. لو ضربنا هنا في 2 هتبقى 2 في 2 ب 4 وادي 1 5، هتبوظ. لكن لو ضربنا هنا، ما انت لازم تجرب، الوزن تجربه. جرب بص كده، احط اضرب هنا في 2 فتبقى 2 في 2 ب 4 وادي 1 5، لكن هي خارجه ب 4. لكن لو ضربت هنا في 2
بقت ال 2 اتش اهو. بص ما الاتنين دي يا شباب، الاتنين اللي احنا بنحطها دي تتضرب في الان ايه، تتضرب في الاو، تتضرب في الاتش. كويس. احنا بنوزن الاتش يبقى ناخد ضربها في الاتش، يبقى دي اتش 2 وادي 2 في 1 ب 2 يبقى 4، دخلت ب 4 خرجت ب 4. اس او 4 داخله على بعض واحده طالعه على بعض واحده. ان ايه داخله 2 اهي، 2 ان ايه. مصيبتنا احنا السوداء في الوزن ان احنا بننسى الرقم اللي بنحطه. 2 ان ايه طلعت 2 ان ايه. كده بقت معدتي موزونه. تعالى يا عم نمشي مع بعض برضو خطوه خطوه ونجيب معطيات الحمض ونجيب معطيات القلم. الحمض بتاعنا اهو H2SO4 عشان نتعلم بس نطلع المعطيات ازاي. وهيدروكسيد الصوديوم اهو اللي هو القلوي بتاعي NaOH. معطيات الحمض. نرجع لمسألتنا. بيقول لي ما تركيز حمض الكبريتيك. ما تركيز، يبقى كده معنى كده ان الام ايه تساوي علامة استفهام. الذي يلزم 25 ملي لتر منه. ما هي دي مصيبتنا احنا. مصيبتنا في المسألة بنبقى مش عارفين دي بتاعت مين ودي بتاعت مين. فانت اقرا المسألة بتأني وخلي بالك من الضماير. لما يقول لك منه، لما يقول لك اليه، كده الحاجات دي. مين هو يعني من حمض الكبريتيك. يبقى كده حمض الكبريتيك الفي اي بتاعته، ما هو ملي لتر يعني ايه يا شباب؟ ملي لتر يعني حجم. الفي اي بتاعته 25 ملي لتر. كده انا جبت حمض الكبريتيك معطيات. طيب اروح لهيدروكسيد الصوديوم. لازم انا معايا يلزم 25 ملي لتر منه لمعايره هيدروكسيد الصوديوم 15.5 ملي لتر. يبقى ده كده الفي اي بتاع هيدروكسيد، الفي بي بتاع هيدروكسيد الصوديوم 15.5 من محلول ان اتش تركيزه 5 من 10 مولار. يبقى كده الام بي كام؟ ايوه تمام 5 من 10. كده انا الحمض وادي القلم، ادي معطياتي. انا مطلوب مني ده بقى اجيب المعادله بتاعتي اهي قدامي، اجي اعوض في القانون بتاعي. القانون بتاعي اللي انت المفروض حفظته، تعالى كده وهكتبه لك برضو معاك عشان نبقى احنا عملنا اللي علينا كله. ام اي في في اي مش هنخسر حاجه يعني، على ان اي يساوي ام بي في الفي بي على ان بي. كل دي يا جماعه مسائل سهله جدا جدا. نعوض هنا ونعوض هنا. كده بقت رياضه العمليه. ام ايه فين؟ عايزين اهو انزل زي ما انت بص بالاحمر اهو. طب وفي ايه في 25؟ هتقول لي يا مستر طب ما احولش الحجم هنا من ملي للتر. لا ما تحولوش، مش محتاج. انا مش محتاج ان انا احوله، واخد بالك؟ خليني زي ما انا واشتغل عليه زي ما انا. الفي ايه هتبقى بكام؟ ب 25 على الان ايه بكام؟ اهو ارجع للاتش سي اتش 2 اس اوفر كام وزنه؟ وزنه كام؟ واحد. ما بيتكتبش يبقى واحد. اروح لهيدروكسيد الصوديوم المحلول القياسي بتاعي ام بي بتاعته 5 من 10 في الفي بي بتاعته 15 ونص على، بص بقى هيدروكسيد الصوديوم الان بي بتاعته فين؟ اهي شايفها. عشان كده بقول لك لو ما وزنتش هتطلع المساله غلط. وخد بالك ان هو بيحط لك الناتج الخطا في الاجابات على 2. بس يا باشا كده بقى الطرفين في وسطين، خلصت المساله. بص بقى تاني اهو عشان الحته بتاعت الرياضه اللي بتودينا في داهيه دي. انت عايز الام ايه صح؟ انزل بيه زي ما هو. بص سيبه في مكانه، سواء كان الناحيه ده او الناحيه دي، سيبه في مكانه ودوس يساوي. شد شرط كسر ونزل الناحيه التانيه زي ما هي. انا عاملها لك بالالوان عشان تعرف الفرق اهو. 5 من 10 في 15 ونص على 2 اهي. تمام. الناحيه دي زي ما هي نزلت اهي. تعالى هنا اللي مضروب في الام ايه هاته تحت في كام؟ في 25. واللي مقسوم تحت هاته فوق في 1. بس بقى احسبها يا باشا واختار اختيارك اللي ايه المظبوط، ويبقى الناتج بتاعك 100 100 ان شاء الله. نعلي الريتم سنه صغيره. تعالى نعلي الريتم سنه صغيره وندخل كتله بقى. هات مساله رقم صفحه 115. تمام. شوف اللي بعدها اخر مثال عشان نلحق صلاة المغرب، عشان كده بقى لنا يجي ساعة ونص.
وان شاء الله نكمل بكره باذن الله تعالى في نفس الميعاد، وهبعت لكم برضو على الواتس عشان نبقى مع بعض. رقم 16 صفحة 115 كتاب الامتحان. هنا هدخل كتلة بقى يا جماعة. بيقول لي ايه، ما اختار لكم، هنكمل تاني بكره بامر الله تعالى، يعني مش هنخلص، ما خلصناش لسه، هنحل كل المسائل دي، بس انا ايه، بس انا مش عايز اطلع بيك مره واحده على المسائل اللي مكلكعه. عايز اخلي القانون يمشي معاك كده شويه في دماغك شويه كده، وبعدين ابدا اغير ايه المطالب بتاعتي. هنا في المساله رقم 16 دي بتقول ما كتله ان اي او اتش اللازمه للتعادل مع 25 مللي من حمض الكبريتيك H2SO4 تركيزه 2.7 مولات. بص بقى هنا ما كتله بقى، هنا بيقول لي ما كتله، واخد بالك، مش ما حجم ولا ما تركيز، بيقول لي ما كتله. هنا بقى لما اقول لك ما كتله يبقى انت ايه، يبقى انت هتجيب لي عدد المولات، لازم تجيب لي عدد المولات. طب تعالى كده نشوف ونجيب المعطيات بتاعتنا ونعمل زي ما بنعمل في مسألتنا رقم 16. ما كتلة NaOH اللازمة للتعادل تماما مع 25 مللتر من هيدروكسيد الصوديوم مع حمض كبريتيك. طب نكتب المعادلة بتاعتنا. عندي حمض الكبريتيك لسه كاتبين معادلته H2SO4 مع هيدروكسيد الصوديوم NaOH سهم اداني Na2SO4 زائد ميه H2O. نضرب هنا في 2 وهنا في 2 ولسه المعادله كاتبينها بوزنها. تعالى بقى هنجيب ادي NaOH يا عم، نجيب معطيات عشان بس اوريك الفرق بين دي وبين التاني. ادي NaOH وادي H2SO4 عشان تعرف امتى تعمل كده وامتى ما تعملش كده. بص يا سيدي، Ma وهنا Va. Ma بتاعت الحمض بكام؟ اللازمة للتعادل مع 25 ملي من الحمض، يبقى ده كده 25 ملي لتر، تركيزه 2.7. حلو، ده الحمض اهو موجود عندي. دور بقى فين الام ايه الام بي. لو انت قدامك الكتاب دور فين الام بي، فين تركيز هيدروكسيد الصوديوم، مفيش. فين حجم هيدروكسيد الصوديوم في بي، مفيش. ايه اللي مطلوب؟ مطلوب تركيزه ولا حجمه، يعني بص الاثنين مش موجودين وهو مش طالبهم. هو بيقول لك ايه، ما كتله، بص اهي كده المساله كلها تعتبر قدام، ما كتله ان اي او اتش. يعني هو مش مديني لا تركيز ولا حجم، وبيقول لي كمان عايز الكتله. ده ايه الغلب اللي احنا فيه ده؟ طب نعمل ايه بقى؟ نكتب القانون بتاعنا كده. تعالى كده نكتب قانوننا زي ما احنا اتعودنا اهو. نشد شرط الكسر. ام ايه بكام؟ ب2.7 في ايه بكام؟ ب25 على 1. حلو، ادي ايه؟ ادي H2SO4. فين بقى هيدروكسيد الصوديوم؟ ام بي مش موجوده، انزل. في بي مش موجوده، انزل على 2. الو، ماشي تمام. ماشي ماشي، ما دام حطيت الاله الرقم على الاله يا سرحان بالظبط كده تطلع مظبوطه ان شاء الله. طلعت ب اللي هي رقم 7 اللي احنا لسه مخلصين. ماشي، بص بقى دي كده. في هو بيقول لي ما كتله ان يو اتش لو عايز كتله هيدروكسيد الصوديوم. بص بقى لما يقول لك عايز كتله بقى في مساله معايره زي دي كده، يقول لك عايز كتله، يعني بيقول لك ايه، هو بيقول لك انا معايا هيدروكسيد الصوديوم ان يو اتش، عملت بيه معايره مع H2SO4، فكان حاجه تركيز الحمض كده وحجم الحمض كده، ومش مدينا تركيز هيدروكسيد الصوديوم ولا حجم هيدروكسيد الصوديوم، وبيقول لي ما كتلته. بص الجبروت بتاعه، يقول لي ما كتلته. طب اعمل ايه بقى انا في ده؟ الناحيه دي بقى كده لا معاك حجم ولا معاك تركيز، وحتى لو معاك واحد منهم كانك ما معاهم، كانهم ما معاكش، عشان انت عايز تجيب كتله. يبقى بص امتى تشتغل الشغل اللي احنا هنعمله ده، لما اقول لك ما كتله، عايز كتله، ما كتله او ما نسبه، ماشي. هتروح جاي شادد هنا وتشيل الاثنين دول وتحط مكانهم عدد مولات NaOH الماده اللي انت عايز تجيب كتلتها على 2. بس بشرط يا معلم، اوعى تنسى. ايه الشرط ده؟ شرط مميت. بص لو ما عملتوش المساله هتبوظ. ادي بص هعمل هنا 2.7 في 25 في
لازم بقى بص اهي بالاسود اهي وبالازرق اهي في 10 اس سالب 3. لازم تحول الحجم من ملي للتر يا باشا. لو ما حولتش الحجم من ملي للتر المساله هتبقى غلط. كده انت هتجيب عدد مولات ان اي واتش، هتعمل ايه؟ تضرب 2 في ده اهو، طرفين في وسطين، يبقى عدد مولات ان اي او اتش تساوي، نضرب بص اللي بالاسود اهو، شايف ادي الاتنين اهي اللي في المقام اهي، في 10 أس سالب 3 في 25 في 2.7 والواحد ملوش لازمة. الواحد ملوش كده. هنجيب عدد المولات، هنجيب عدد مولات ان اي او اتش. يبقى نقول نضرب كده تبقى 25 في 2.7 في 2 في 10 أس سالب 3 تساوي، يطلع لي 135 من 1000. بس خلي بالك اوعى تاخدها هي وتودينا في داهية، عشان ممكن يكون حاطها لك في الإجابات هو ابن اللذينة ده. تساوي علامة 135. ده اللي طلع عدد المولات مش الكتلة. الكتلة هنجيبها ازاي؟ اهي يا باشا، فاكر المثلث الأولاني اللي قلنا كتلة ان ايه او اتش نضرب عدد المولات اللي طلع لنا اللي هو ده علامة 135 في الكتلة المولية ل ان اي او اتش. شايف الأرقام اللي بديها لك تحت المسألة؟ ان ايه نعوض عن الكتلة المولية. ان انت عندك ان اي او اتش ولا ان اي 2 او اتش ولا ان اي 2 اس او 4؟ ان اي او اتش اهي، يبقى الان اي ب 23 هنعوض عنها، زائد الاو ب 16 زائد الاتش بواحد، يعني هتساوي نضرب دي كده في 40 اللي هي الكتلة المولية اس دي، تطلع يا عم 5.4 جرام. شفت؟ ده لو انت عايز تجيب كتلة، دي مسألة كتلة يا رجاله. بس انت 135 انت كاتب 135 بقى، 135 بقى سرحان عشان ما طلعتش، ما ضربتش في 10 للسالب 3، فتبقى مصيبة سودة بقى، تبقى المسألة غلط. فهمت؟ لازم تضرب في 10 للسالب 3. لازم ما دام انت هتجيب عدد مولات المادة دي لازم تحول الحجم ده للتر، ما تاخدوش زي ما هو. كده جبنا الكتلة اللي احنا عايزينها 5.4 اللي هي هيبقى اختيارها ج. ماشي، نكمل بقى بإذن الله تعالى إن شاء الله بكرة بإذن الله. هبعت لكم برضو على الواتس زي كده، ونكمل إن شاء الله، نخلص الباب بإذن الله تعالى مع بعض في الجزء بتاع التحليل الكمي ده. يا رب تكونوا فهمتوا كده كل حاجة إن شاء الله بإذن الله تعالى. السلام عليكم.